الرحمن الرحيم. السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. مرحبا بكم دائما في قناتكم سهل مهل في الوصفات البسيطه الصحيه. اليوم ان شاء الله غادي نديروا العدس تبارك الله، فوائد ديالو كثيره راكم عارفين، وغزال وصحي، وغادي نديروه اليوم بواحد الوصفه جميله ان شاء الله. نتمنى تروق الاعجاب ديالكم. كلشي كنعرفوا نطيبوا العدس، غير كان الطريقه ماشي هي الطريقه سيتو. انا حاولت نشارك معكم الطريقه ديالي ديالت العدس. غادي تعجبكم ان شاء الله. هي سهله مهله كوم دابيتود، حنا دائما غادي في نطاق سهل مهل، وغتشوفوا انا شنو غادي نحتاجو مع العدس ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. اللي كنحتاجو ليه مع العدس، انا كنستعمل معاه دائما الخضار اي خضره كتعجبك. انا درت هاد التشكيله، الا عجباتكم مرحبا، ما عجباتكمش غيروا. كنستعمل واحد البطاطا وشويه ديال الكورجيت، قرعه الخضراء، خيزو او الجزر، فلفله من الافضل تكون اللون ديالها احمر كيطلق البنه زوينه، واحد اللفته، انا عندي هنا اللفت الصفر كنفضلو في المذاق ديالو، القرعه الحمراء، فص ديال الثوم، النص ديالو كنستعملو في الاول، ومن بعد كنستعملها نتوما غتشوفوا الطريقه. وعندي مطيشه. الوغ دابا بالنسبه للعطريه من بعد نوريها لكم. دابا غندوزو للطريقه الاولى كيفاش كنبدا انا العدس ديالي. شوفوا بسم الله على بركه الله. البصيله ديالنا كنقطعوها عادي هكذا، مطيشه ديالنا حتى هي كيما بغيتي، بغيتي تخليها حتى صاينه خليها هكذا. كلها وطريقته في العدس. انا كتجيني هاد الطريقه سهله كنديرها، هي المعتمده عندي. الثومه قطعتها نتوما على جوج، عندي واحد شويه القزبره مدنوس هكذا، قطعهم هكذا عادي. شنو كنزيد الماء غليان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجرنا من النار. وكنسد على هاد المطيشه وبصيله بالماء، نشعل عليها العافيه بالماء، نقي الخضيره ديالي. بالله البصيله ومطيشه والقزبر ومدنوس والثومه ديالنا ها هي طابت. واحد المساله، اللي ما عندوش هاد لو بغا يقدر يحك مطيشه ويحك البصله ويقطع القزبر ومدنوس بالتاويل هو والثومه، ولا يحك الثومه في الاول عاد يردها طيب بين ما ينقي الخضره ديالو. يعني خدات نقول لك 10 دقائق ربع ساعه لو طون اللي قطعت الخضره. بسم الله. دابا غادي نطحن هاد المسائل كامله ورجع لكم. هنا راكم كتشوفوا طحنتها مزيان هانتوما. شوفوا كما قلت لكم اي طريقه ممكن، ماشي اللي ما عندوش هاد لو بغا ما يديرش. هنا غادي نديروا العطريه ديالنا. العطريه العدس كيبغي الكمون، مليحه، شويه الابزار، فلفله حلوه والخرقوم. داكوغ بسم الله. نشعل، اسمحوا لي نشعل العافيه. غادي ناخذوا العدس ها هو. بسم الله على بركه الله. دابا نخلي لكم العدس راه مرطب في الماء. دابا نخلي لكم في صندوق الوصف كيفاش كنوجد العدس، سواء كتوجدوه ليله كامله الا عندكم الوقت، او كديروه او واحد ساعتين ديال الصباح 3 سوايع قبل ما طيبوه. هنا كتشوفوا في الاول راه درت 1 لتر ديال الماء. يعني الا بغيتو طيبوا العدس بوحدو كديروا 1 لتر ديال الماء في نص كيلو ديال العدس. انا هنا غنزيد الخضر، دونك الماء راه عندي غليان، وغنزيد دابا الخضره ديالي كامله، الثومه ها هي والفلفله. بسم الله على بركه الله يا ميسر. هنا الخضر اللي ما كيبغيوش ياكلوا الدراري كندخلوها لهم بلا ما كيعيقوا. هذه القرعه الحمراء حتى هي كتواتى مزيان مع العدس. راكم كتلاحظوا راه واخا العدس غالي، واصل تقريبا 20 درهم 22 درهم على حسب. ملي كنزيدوا فيه الخضره راه نص كيلو ديال العدس مع هاد الخضر راه كتولي كيلو ونص. يعني راه بالنسبه لعائله كبيره الله يجعل شي بركه. هنايا انا كيعجبني مع الخضره مزيان، كيجي غزال. استاذي مع العدس كيقول لك ما خصوش يتكال بالخبز. منين كديروا هكا كتاكلوها بمعلقه كيجي معتبر.
هانتوما شوفوا. دابا غادي نزيد الماء غليان الجهد اللي تغطى ليا الخضره ديالي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزيد واحد شويه، وعاد غندير شويه زيت الزيتون. زيدوا شويه زيت الزيتون كما قلت لكم. بسم الله. ها هو، وغادي نغلقوا عليه واحد مده 10 دقائق لو طون اللي طيب الخضره. اما العدس راه كما كيقولوا مشمخ في الماء مزيان، مرطب في الماء مزيان، حتى هو ما كياخذش الوقت بزاف، 10 دقائق كيطيب. يلا بقاو معايا حتى نكملوا الوصفه وندوزو ان شاء الله لطبق التقديم. تبارك الله وصل عن بيه. ها هو العدس ديالنا وجد. ها هو شفتوا تبارك الله، بالخضار بالثومه قزبر معدنوس العطريه. كيجي غزال، كيوجد في نصف ساعه ما بين طيب لاصوص تقطع العطريه ديالك كديرو، يعني في ربع ساعه كتوجد طنجره ديال العدس تغدى بها وتعشى بها. تبارك الله، واكل صحي ومفيد للدراري، وفيه الخضر اللي ما كياكلوش كتدخلها لهم بالفن. يلا ندوزو لطبق التقديم. تبارك الله وصل على النبي. ها هو العدس ديالنا وجد، عدس بالخضر كيجي معتبر، نبغيكم تجربوه. كيجي خفيف وما كيتقلش لا على معده لا على مسارنك، حيت كاين اللي كياكل العدس كيدير ليه لي غاز كيضرو في مسرناتو. ملي كديروه بالكورجيت والقرعه الحمراء وبطاطا والفلفله والثومه وقزبر ومعدنوس والفيته، يعني كيجي غزال. وما نساوش بصله ومطيشه، يعني كيجي غزال وخفيف. ها هو نبغيكم تشوفوا كيفاش كيجي، يعني عدس كيجي معتبر. شفتوا؟ يعني ندوق لكم. بسم الله على بركه الله. واخا سخونه، بسم الله. سخونه ما نقدرش نديرها كلها فمي، سمحوا لي. المهم عديسه في هذا الجو ديال البرد كتسخن الوليدات وصحيه لهم. يلا نخليكم على خير، ونتمنى تشاركوا هذه الوصفه مع احبابكم وبالصحه والراحه. لو تعرفوا بنحبكم ونعزكم كده قد ايه، لا تقدروا حتى التراب اللي